السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الكنافة بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة عايزين نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجة معانا الشربات، طريقته: كوبايتين مية عليهم 3 كوبايات سكر زي ما انتوا شايفين كده بدون تقليب، هنحطهم على البوتاجاز ونسيبه كده مع النار تاخد وتدي، هتلاقي السكر لوحده ساح وداب والدنيا بقت تمام. هنشوف مع بعض كل حاجة. بس اتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، تعملونا لايك كده حلو وكومنت جميل منكم. هنا بقى بدأ الشربات يغلي زي ما انتوا شايفين كده، هنقلب حاجة بسيطة وهنسيبه برضو شوية. هحط بقى ايه، لو عندك سمنة فلاحي تبقى احلى، تحطي معلقة او معلقتين من السمنة على الشربات، بس انا ما عنديش سمنة يعني، فحطيت سمنة روابي برضو بطعم السمنة الفلاحي وريحة السمنة الفلاحي، فانا حطيت معلقتين كده، بجد بيدي تست عالي قوي. هنا بقى معايا الكنافة، هفككها كده من بعضها كده وهبدأ كمان اسيح زي ما انتوا شفتوا كده، السمنة كانت سايحة، يعني هفضل اكب منها على الكنافة وانا بفكها كده اهوت وبفرفرها يعني زي ما بيقولوا كده. انا حطيت مثلا يعتبر كوباية سمنة عليها ربع كوباية زيت، وطبعا سخنوا مع بعض كده وايه، وحطيتهم على الكنافة، وزي ما انتوا شايفين بقى كده بفضل احط وهوغل بقى الايه، السمنة جوه الكنافة، يعني هوريكم كل حاجة بالتفصيل ان شاء الله. انا مش اول مرة اعمل الكنافة معاكم على القناة، تقريبا دي تاني مرة او تالت مرة، بس المرة دي بقى انا همشي معاكم ايه، مرة هعمل كنافة بالمكسرات العادية يعني بتاعتنا، اللي هي مثلا سكر بودرة بجوز هند بزبيب بسوداني، مرة بالكاستر مرة بالمانجا ان شاء الله يعني، وهنظبط مع بعض فيديوهات حلوة بإذن الله في رمضان، اتمنى انها تعجبكم بإذن الله. هنا زي ما انتوا شايفين بدأت افكفك كده الكنافة واوغل فيها السمنة، ده بيخليها كده خفيفة وحلوة في الأكل. ده بالنسبة كمان للناس اللي بتحب الكنافة المقرمشة مش الطرية يعني. بمناسبة رمضان بقى يا حبايبي، عايزاكم كده كل اللي والدته عايشة أو والده عايش يروح لهم كده في رمضان ويفطر معاهم ويقضي يوم حلو معاهم، مش بس يوم، يقضي دايما معاهم. لو انت متزوج وكده خد أولادك وروح كده عند عند بيت العيلة يعني زي ما بيقولوا، وافطروا سوا مع بعض وقضوا يوم جميل وفرحوهم معاكم. لو في حد زعلان من حد يصالحه، يعني بلاش الزعل في رمضان، خلي قلوبنا تتصافى، خلي اللي زعلان من حد يعني يعفو ويصفح عنه. لو مش قادر، مش عارفة اقولكوا ايه، لان في احيانا واحد بيبقى في ناس زعلان منها ومش قادر يعني يرجع صلة الرحم مثلا تاني. انا نفسي مش عارفة ممكن نعمل ايه، بس لا اقدر اقول ان ربنا يهدي النفوس ويصلح الاحوال. هنا يا جماعة بالنسبة للكنافة انا بدأت اضغط جامد، وهبدأ احط الحشو بعد كده، كل ده علشان بعد ما الصينية تطلع مننا من الفرن ما تكونش القطعة اللي بتاخديها مفكوكة، لا تلاقيها كده جامدة وماسكة نفسها، وتاكليها كده وانتي مرتاحة، مش خايفة حاجة تقع منك، مش الشكل كده يعني، فاهمين ازاي؟ هنا الحشو معايا زي ما انتوا شايفين، سكر بودرة، جوز هند، زبيب سوداني، ده التقليدي بتاعنا يعني بتاع الكنافة. فهنا انا حطيته، دي طبعا اول صينية، ففي صينية تانية هعملها برضو بنفس الطريقة، وهرجع اعيد نفس الحشو ده تاني هعمله برضو، وهعمل بيه الصينية التانية يعني كده، وفي قطايف برضو هتتعمل كده يعني. بصوا برضو بدأت احط سمنة تاني، برضو ازود سمنة في الجزء اللي هيتحط من فوق الصينية. كنت عايزة اقول لكم ايه،
يعني عايزاكوا كده برضو الصدقات يا جماعة، صدقة برضو، ياريت تطلعوا صدقة كده ولو حاجة بسيطة كده كل يوم، بيبقى ليها ثواب كبير جدا عند ربنا. يعني ندور على الحاجات اللي ربنا بيحبها ونعملها، هيبقى الثواب مضاعف طبعا في الأيام الجميلة ديت في رمضان. وفي ناس كتير كتير اوي بقت محتاجة أكتر من الأول. فلو حتى وجبة فطار، يعني مثلا من الحاجة اللي هتفطري منها لو هتطلعي حاجة بسيطة، طبق رز عليه مثلا ورك أو صدر فرخة أو قطعة لحمة أو أيا كان الحاجة اللي هتاكليها، هتحطي منها في علبة بلاستيك مع معلقة بلاستيك، وهتطلعيها بنية ان انتي تفرحي مسلم أو تفرجي عنه كربه أو همه دوت ان هو يفطر ايه. فانتي بصي كده خدتي ثواب افطار صائم ودخلتي على مسلم السرور، فبجد برضو حاجة كويسة وجميلة جدا، عايزين نفتكرها في الأيام الجميلة ديت. والله لو نستمر عليها بعد رمضان كمان يبقى أحلى وأحلى. طبعا الظروف دلوقتي بقت ظروف الناس صعبة جدا. الله يكون في عون كل حد يعني. بس طبعا الفيديو شارح نفسه، وشايفين ازاي انا بضغط على الصينية بتاعة الكنافة وبحط السمنة زي ما انتوا شايفين برضو، كل ده علشان لما اجي اقطع زي ما قلتلكوا القطعة تطلع معايا حلوة وماسكة نفسها وشكلها كمان جميل وحلو. بس انا كده خلصت الصينية ديت، هعمل الصينية التانية بنفس الطريقة. وادي الصينيتين بتوعي. طبعا انا بقى مشغلة الفرن على النار شغال يعني، واول ما يسخن نروح مدخلاهم كده. الحمد لله اول صينية طلعت معانا. بسقيها بقى بالشربات الجميل اللي انا عملته. انا نسيت اقولكم ان انا حطيت في الشربات معلقة فانيليا، مش معلقة فانيليا، يعني ربع معلقة فانيليا صغننة خالص كده، وقلبتها ادت ريحة واو يعني للشربات. وطبعا لما اتسقى بيه الكنافة كانت ريحتها تحفة 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 تحفة. بجد جربوا الطريقة دي بالتكات اللي انا قلتلكوا عليها، هتعجبكم جدا سواء في الطعم او في الريحة، وهتشرفك قدام ضيوفك. بس وسقيت بقى كده الكنافة التانية، صينية الكنافة التانية، وعملت كمان القطايف بنفس الحشوة اللي انتوا شفتوها. وطبعا هي سهلة لان انا ما عملتش القطايف، احنا شارينها يعني العجينة نفسها شارينها جاهزة. في مرة تانية برضه هعمل لكم فيديو بطريقة عمل القطايف في البيت. طبعا احنا بنحاول نوفر بقى ونعمل اللي احنا عايزينه وناكل اللي احنا عايزينه بأقل التكاليف برضو للناس اللي مش قادرة تشتري. هنا برضو حبيت اعمل شكل كده حلو للصينية، فكتبت كلمة رمضان كريم وهلال بجوز الهند، لان لو كنت حطيت السكر البودرة كان هيسكرها قوي، وفي نفس الوقت كان ممكن يسيح من سخونية الكنافة. فحبيت اعملها بجوز الهند فشكلها كان احلى يعني. بس اتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم وسهل وبسيط، ومتنسونيش بقى في اللايك والشير واشتراك في القناة، واسيبكم في حفظ الله وامنه. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. السلام عليكم.